في الأيام اللي فاتت تم الإعلان عن مسلسل مصري تاريخي جديد باللهجة المصرية من إنتاج شبكة واتشت للفنان المصري الكبير كريم عبد العزيز. هيتم عرضه خلال شهر رمضان الكريم. المسلسل هيكون الأول من نوعه في التلفزيون المصري اللي هيتكلم عن قصة جامعة الحشاشين التاريخية. وانتشر خبر على كذا صفحة فنية تم الاستعانة بفريق عالمي يشارك في سلسلة جيم اوف ثرونز الشهيرة علشان يقوم بتصميم المعارك ومشاهد الأكشن في مسلسل الحشاشين. وأخبار المسلسل عملت ضجة كبيرة وناس كتير بدأت تسأل عن جامعة الحشاشين وحابة تعرف أكتر عنهم. وفي الفيديو ده هنقدم لكم قصة الحشاشين من طقطق لسلام عليكم. سيدنا، جيش ملك شاه على مسيرة ليلة من القلعة. اطمن، 50 مؤمن بس كفاية. في بداية القرن ال11 الميلادي اشتد الصراع بين الفاطميين اللي كانوا بيمثلوا المذهب الشيعي وبين العباسيين اللي كانوا بيمثلوا المذهب السني. وفي الوقت ده ظهرت جامعة الحشاشين اللي كانت تابعة للطائفة الإسماعيلية الشيعية علشان تحمي معتقدها ومذهبها وتفرضه بالقوة على الجميع وتنشر الرعب من كل رافضين دعوتهم. وبدأت تقوم بمعارك وعمليات اغتيال بشعة، وتعرفت الجماعة بالاغتيالات المباغتة وبطرق القتل الوحشية والمرعبة. وبتعتبر الطائفة الإسماعيلية التابعة ليها جامعة الحشاشين هي تاني أكبر طائفة شيعية بعد طائفة الاثنى عشر. والطائفتين دول بيتفقوا في مفهوم الإمامة اللي بيقول إن لكل جيل من أبناء سيدنا علي إمام أو زعيم، والإمام ده بيختار خليفته في الإمامة من الجيل اللي بعده. وفي سنة 760 ابتدى الخلاف اللي كان نواة تأسيس طائفة الإسماعيلية، وده بسبب إن الإمام السادس للشيعة جعفر الصادق اختار ابنه إسماعيل خليفة من بعده، لكن بعد كده اتراجع في اختياره وخلع إسماعيل عن الإمامة واختار بداله موسى الكاظم علشان يكون الإمام السابع للشيعة. وفي الوقت ده ظهرت طائفة من الشيعة شافت ان اختيار إسماعيل للخلافة لا يجوز نقده، وان إسماعيل هو الأحق بالخلافة من موسى، ومن هنا جت تسميتهم بالطائفة الإسماعيلية. وفي سنة 899 واحد اسمه عبيد المهدي أعلن نفسه إن إمام المسلمين وإنه من نسل إسماعيل بن جعفر الصادق، وأسس الدولة الشيعية الوحيدة اللي حكمت مصر والمسلمين وهي الدولة الفاطمية. وفي سنة 1094 وبعد موت الخليفة المستنصر بالله نشأ خلاف جديد في الدولة الفاطمية بسبب الإمامة. وأسباب الخلاف إن في ناس كانت شايفة إن أحمد المستعلي بالله هو الوالي بالإمامة، وناس تانية شايفين إن نزار المصطفى لدين الله هو الأحق بالإمامة. والخلاف انتهى بأن المستعلي بالله هو اللي تولى الخلافة. وبسبب الخلاف على الإمامة ظهرت فرقة مسلحة تابعة للطائفة الإسماعيلية وهي فرقة الحشاشين بقيادة الحسن الصباح بتدعو لإمامة نزار المصطفى لدين الله. وبعد مرور وقت بسيط استقلت فرقة الحشاشين عن الدولة الفاطمية وعاشوا جوه قلاع حصينة على قمم الجبال في الشام وإيران، وكان أبرزهم قلعة الموت في إيران واللي كانت مقر حكمهم ومركز دعوتهم. واستمروا في نشر الدعوة الإسماعيلية لفترة كبيرة، وده كان سبب أساسي في تعميق الخلاف مع الدولة الفاطمية وخلق صراعات وعداوات تانية مع الدولة العباسية والأيوبية والخوارزميين وكمان الصليبيين. يعني نقدر نقول إن في الوقت ده فرقة الحشاشين كانت عاملة خصومة مع العالم كله. الاستراتيجية العسكرية للحشاشين كانت بتعتمد على الاختيارات السياسية والعمليات الانتحارية للوصول لأهدافهم، وقدروا يستقطبوا عدد كبير من شباب المسلمين ويوهموهم بتضحية بالنفس في سبيل الجنة. وبعد استقلال الحشاشين عن الدولة الفاطمية بدأت سلسلة من الصراعات بين فرقة الحشاشين وبين الدولة العباسية والفاطمية، ونفذت جماعة الحشاشين عدد من الاختيارات والعمليات المدبرة تجاه قادة العالم الإسلامي والسياسيين الرافضين لفكر الجماعة، وكان أبرزها اغتيال الوزير السلجوقي نظام الملك والخليفة العباسي المسترشد بالله. ومن أبرز الصراعات اللي قامت بين فرقة الحشاشين وبين الدولة العباسية متمثلة في الدولة الأيوبية هي محاولتهم المتكررة لاغتيال صلاح الدين الأيوبي، واللي بتبدأ في أواخر القرن ال12 وبالتحديد سنة 1174 لما تولى الناصر صلاح الدين الأيوبي حكم مصر والشام وأسس الدولة الأيوبية بعد ما قضى تماما على الدولة الفاطمية في مصر اللي استمرت 262 سنة. وده كان سبب كافي للطائفة الإسماعيلية إنها تعتبر صلاح الدين كافر ومنقلب وتستهدفه وتستبيح دمه. واشتد الخلاف بين صلاح الدين الأيوبي ورشيد الدين سنان زعيم الحشاشين، وبدأ الحشاشين يخططوا ويدبروا لاغتيال صلاح الدين الأيوبي باعتباره كافر ومرتد. وأول عملية اغتيال دبروها كانت بتنكر مجموعة منهم ودخولهم معسكر صلاح الدين وقت حصار الحلب، وحاولوا تنفيذ عملية اغتيال وقتلوا الأمير أبو قبيس اللي هم كانوا فاكرينه صلاح الدين الأيوبي. وقامت معركة بينهم وبين قوات جنود صلاح الدين،
وقدر الجنود انهم يقضوا على المجموعه دي. وفي يوم 22/5/1176 وبعد سنتين من اول محاوله اغتيال، قاموا الحشاشين بمحاوله اغتيال اكبر واشمل، وتنكر مجموعه من الحشاشين في زي جنود الجيش الايوبي ودخلوا وسط الجيش واندمجوا معاه واشتركوا معاهم في حصار قلعه عزاز، وفضلوا مستنيين اقرب فرصه لاغتيال صلاح الدين. ومع انشغال الجنود بحصار عزاز خرج صلاح الدين من خيمته ومر على خيمه الامير جدلي الاسدي والجنود علشان يؤازروهم ويزيد من حماسهم للقتال. وفجاه واحد من الحشاشين المتنكرين هجم على صلاح الدين وضربه بسكينه على راسه، لكن صلاح الدين كان لابس خوذه حديديه ونجا من الضربه الاولى. حاول صلاح الدين يمنعه ويدافع عن نفسه. في اللحظه دي ظهر الامير سيف الدين يسكوك وقتل الانتحاري وانقذ صلاح الدين، وفجأة خرج اكتر من انتحاري وهجموا على صلاح الدين بالسكاكين. لكن الامراء داوود بن منكارن وعلي ابو الفوارس وناصر محمد بن شريكو قدروا يدافعوا عن صلاح الدين وينقذوه منه. وانتشرت اشاعة بين الجنود ان صلاح الدين الايوبي اتقتل، وتسببت الاشاعة دي في ضعف عزيمة الجنود لدرجة انهم توقفوا عن القتال. وبدأ صلاح الدين الايوبي بعد المحاولة دي انه يشك في كل جنوده ويختبرهم بنفسه واحد واحد، واستبعد اي حد منهم كان بيشك في ولائه او مش بيتعرف عليه، وبدأ يحس بالقلق بشكل كبير وبقى يمشي بحراسة مشددة لحمايته من اي محاولة اغتيال. ومن وقتها ظهرت الحماية والحراسة للحكام والسياسيين بسبب التهديد المستمر لحياتهم. وقدر صلاح الدين الأيوبي يرد على طائفة الحشاشين وحاصر حصونهم في الشام وهدها عليهم ونكل بيهم وقتل عدد كبير منهم لحد ما تشفع لهم خاله شهاب الدين نكشي حاكم حماه. وانسحب صلاح الدين الايوبي بعد ما انتقم منهم، واضطر بعدها الحشاشين للتصالح مع صلاح الدين واعلان الهدنه بعد فشل محاولاتهم المتكرره لاغتياله. واستمر الحشاشين في افعالهم وجرائمهم لحد سنه 1219 ميلاديه لما بدا الاجتياح المغولي للعالم الاسلامي، وبلاد اسلاميه كتير وقعت تحت الاحتلال المغولي ومن ضمنهم ايران وقلاع الدعوه الاسماعيليه اللي كانت من اهم اهداف هولاكو قائد المغول. حاول الحشاشين المقاومه وصد الهجوم، لكن مع قوه جيوش المغول قرر الحشاشين يعملوا هدنه ويتحالفوا معاهم. وفي سنه 1256 زعيم الاسماعيليه ركن الدين خرشاه سلم نفسه لهولاكو قائد المغول وقدم له فروض الطاعه والولاء، واستسلمت قلعه الموت وباقي القلاع الاسماعيليه على امل الحفاظ على ارواح الاسماعيليه بعد ما امنهم هولاكو على حياتهم في حاله الاستسلام. وبعد ما استسلمت كل قلاع الدعوه الاسماعيليه امر هولاكو جنوده بقتل كل الاسماعيليين وعلى رأسهم زعيمهم ركن الدين خرشاه وأسرته كلها. وأقام المغول مذابح للإسماعيليين في كل مكان، وقضى المغول على الدولة الإسماعيلية في إيران بعد قرن ونص من وجودها. ورغم انتهاء وجود جماعة الحشاشين إلا أن أثرهم فضل مستمر لحد دلوقتي. وأيوه زي ما جه في بالك سلسلة الألعاب الشهيرة Assassin's Creed. In Baghdad, city of brilliant sun. مبنية على فكرة الحشاشين وتاريخها اللي سابوا أثر مستمر لحد دلوقتي في سياسات العالم. فهم أول من ابتكر فكرة الاغتيالات السياسية وفرض الأفكار السياسية والدينية بالقوة والترهيب وتغليف أي اغتيال سياسي بغلاف ديني والتشكيك في عقيدة الضحية المنافسة ليهم سياسيا. طائفة الإسماعيلية في الوقت الحالي ورغم انتهاء الدولة الإسماعيلية وجماعة الحشاشين من قرون طويلة، ولكن لحد دلوقتي في وجود لأتباع الطائفة الإسماعيلية واللي بيوصل عددهم ل1,000,000 شخص تقريبا، ومركزهم في باكستان موجودين في كينيا وتنزانيا والكونغو والهند وسوريا، وبيطلق عليهم الأغاخانية وليهم نشيد بيعبر عنهم. وأسسوا شبكة تنمية اجتماعية ضخمة اسمها AKDN بتضم مؤسسات ربحية وغير ربحية وبتقوم بمشروعات ضخمة في قطاعات المال والسياحة، وبيمتلكوا فنادق عالمية مشهورة وأكثر من 40 مصرف في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. وحاليا الأغاخانية من أكبر القوى الناعمة في العالم وتأثيرهم على العالم بيزيد، وبيحققوا أغراضهم السياسية من غير سلاح أو حروب. ومن الأمور الجميلة واللافتة في المسلسل هو اعتماده على لسان أهل مصر الحالي ولهجتنا المصرية الأصيلة في رواية قصة جماعة الحشاشين وحال المنطقة وقتها، وده الاتجاه اللي بقى بيتجه له صناع أغلب المسلسلات التاريخية المصرية الجديدة. وبالرغم من إنه بيتقابل بنقد من بعض الناس إلا إنه في وجهة نظر الكثير من الناس اختيار سليم، لأننا لو بصينا على الشعب المصري في الوقت ده من التاريخ هنلاقي إنه كان جديد على اللغة العربية وفي مرحلة بينتقل فيها من التحدث بالمصرية القديمة كلغة شعبية إلى التحدث بالعربية كلغة رسمية، واللي ما قدرش عامة الناس من الشعب إنهم يكونوا أصحاب لسان فصيح وأصولي فيها، ونتج عن انتقالهم بين اللغتين لهجة جميلة بننطق بيها لحد النهاردة بتعبر عن الشعب المصري وثقافته. حتى أبطال المسلسل وفرقة الحشاشين أصحاب لسان فارسي الأصل، وبكده مفيش أنسب من اللهجة المصرية اللي بتعبر عن المشاهد والفنان المصري أصحاب العمل اللي متوقع إنه يكون أيقونة في تاريخ الفن المصري والشرق الأوسط.